السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ونيف. بداية نعتذر لأنه صار أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو أكثر ما نزلنا أو بثينا أي فيديو أو سجلنا فيديو لأسباب عديدة، طبعا منها انشغالات وأمور أخرى. الفيديو هذا موجه لأخينا وحبيبنا ودكتورنا المحاضر السيد الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أخونا اللي يدرس في جامعة قطر. أخونا الدكتور محمد مختار الشنقيطي بداية أنا والله أحترمه وأعزه، أنا من متابعيه على تويتر، أحترمه جدا، يعني احترام، لا زال الاحترام موجود. لكن من فترة غرت تغريدة ما كان عندي مجال اني ارد عليه، رد عليه اعتقد احد احرار سوريا رد عليه ايضا فيديو، لكن انا اريد ايضا شوي ارد عليه، ولو انه راح نختصر كل الحكي خلال 10 دقائق، لانه في موقع اخر ننشر عليه ايضا الفيديوهات لا يحتمل اكثر من 10 دقائق، لذلك راح نختصر الامر بشكل جدا مختصر. بضمن 10 دقائق لازم ننهي الفيديو، مع انه اذا بدنا نحكي ونرد على الدكتورنا محمد مختار الشنقيطي بدنا ساعات يمكن حتى نشرح له، لكن لازم هو يفهم، لانه هو مطلع ايضا رجل ومعايش الوضع ومطلع على المنطقه واحداث المنطقه. لكن راح نعطيه رؤوس اقلام ايضا في امور اخرى. ايضا احنا كموقعنا او موقع لجوءنا الحمد لله اليوم صار باماكن تدعي الحقوق او حريه التعبير، ولكن مو كل شيء نقدر نحكيه يعني، ولازم هو يفهم هذا الكلام. الدكتور محمد مختار الشنقيطي قال: يعيبون على حركة حماس بغزة أن تستقبل المساعدات والدعم من إيران، ولا يعيبون مثلا، يعني بهذا التعبير كان تغريدته أنا نسيتها، بس هذا يعني مجملا هذا معنى يعني كلامه، أنه كيف تعيب على حركة حماس استقبال المساعدات والدعم من مملكة الفرس والمجوس، ولا تعيب على الثورة السورية استقبالها الدعم الأمريكي. هاي مربط الفرس، الدعم الأمريكي للثورة. مين؟ للثورة السورية. يا دكتور محمد مختار الشنقيطي، يا حبيبنا، يا عيوننا، أنت أول عدو وأكبر عدو للثورة السورية، للثورات جميعا، الثورات العربية وخاصة الثورة السورية، هم أمريكا. أكبر عدو وأول عدو هي أمريكا، بعد أمريكا تجي إسرائيل. أما ما تراه من الفرس والروس والمجوس وهذا والدعم هذا كله كومبارس، والروس لم يدخلوا إلى سوريا إلا بإعاز أمريكي إسرائيلي. إذا كنت، أنا أعلم أنك تعلم، والكثير منا يعلم أنك تعلم هذه الحقيقة، لكن إذا كنت تريد تتجاهلها وتحكي بجانب آخر يريحك أو يريح ضميرك أو يريح يعني ما تفكر فيه أنت حضرتك، وتتجاهل الحقيقة وتفكر أنه إحنا ما نعرف الحقيقة، لا إحنا نعرف الحقيقة. على فكرة أنا أريد أقول لك كلمة واحدة أختصر لك إياها، إحنا أبناء ثورة على فكرة. أنا من أشخاص من أبناء الثورة، أبناء الثورة يعني، وما نقدر نحكي تفاصيل يعني، لا نستطيع نتحدث بالتفاصيل، لكن أنا أيضا ابن ثورة يعني، وإحنا شفنا على أرض الواقع ونعرف كيف الدعم وشو هو الدعم الأمريكان احتووا الثورة السورية احتواء إلى حد ما، وأحيانا وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون احتواء الجميع، جميع قادة الثورة الأحرار الشرفاء السابقين، الضباط الأحرار. فوجهت ذيولها بالمنطقة اللي انت تعيش فيها، وجهت ذيولها انه تقدمون دعم للثورة السورية على هذا النحو المحدود فقط لا غير، ألا تنتصر ولا تنهزم انهزام كلي، ولا تنتصر أهم شيء. بينما دخلوا سمحوا لإيران والروس والمجوس أن يستخدموا أقذر الأسلحة على الشعب السوري، مسموح لهم هم وبشار الأسد. وصرحوا الأمريكان أكثر من مرة أنه إحنا لا نريد تغيير النظام، بل تغيير سلوك النظام. هذا كله مسجل وموجود وأنت مطلع عليه. إسرائيل تقول لك لا نريد تغيير النظام. أنت محمد مختار الشنقيطي، الثورة السورية تلقى الدعم من أمريكا، الدعم معروف شو هو.
دعم معروف شو هو، يا ريتنا خلصنا من دعم امريكا وتركونا لحالنا. طلبوا من الجيش الحر مقاتلة باقية وتتمدد، ما نستطيع نذكر اسمها لانه بعض التطبيقات حتى نذكر اسمها تحظرت الفيديو. جماعة باقية وتتمدد اهل اللحى اللي جابوهم دخلوهم على العراق وسوريا لقتل اهل السنة وتهجيرهم، تعال طلبوا من الجيش الحر أن تقاتلوا باقي وتتمدد تتركوا النظام. لما الجيش الحر الضباط الأحرار الشرفاء رفضوا ذلك أوقفوا الدعم عن الجيش الحر، أعلنوها علنا إيقاف الدعم عن الجيش الحر، وأمروا إلى ذيولهم اللي بالمنطقة اللي تعيش فيها إيقاف الدعم. طلعوا الضباط كلهم الآن لاجئين برا بالدول، يعملون بالخضار وبالزيتون ويشتغلون اليوم باليوميات، يشتغلون عند مين؟ عند أقذر البشر، هاي الضباط الشرفاء. وراحوا سلموا المقاليد الأمور الآن لأتفه تفهاء الشعب السوري اليوم على أساس أنهم جيش وطني. لا نستطيع أن نقول الكل، طبعا في لا زال الآن موجود شرفاء أكيد يعني، لكن إيدهم مو طايلة، قصيرة إيدهم، ما مسموح لهم. واحتووا الثورة السورية بالجنوب بغرفة الموك، هم وجماعتهم عملائهم بالأردن، ملك النشمي، نشمي الأردن، واحتووها إلى أن سلموها آخر شيء للروس والمجوس درعا بالجنوب. الثورة السورية عدوها الأول أمريكا. يعني أنت أخطأت عزيزنا العزيز، أنت الدكتور محمد مختار الشنقيطي، سمحت للمجرم بشار الأسد بارتكاب الجرائم اللي حضرتك يجوز مطلع على بعضها، وأمروا بعض القادة العملاء لهم قبل ما يجيبون جماعة باقي وتتمدد، أمروهم أن يغيرون علم الثورة، يشيلون علم الثورة ويحطون راية أخرى ولحى وملابس أفغانية، وأمروهم بهذا الاتجاه. وبآخر شيء جابوا لهم جماعة باقي وتتمدد، جابوهم من العراق، طلعوهم من سجن بوكا وجابوهم وقالوا يلا تعالوا نحارب الإرهاب، تعالوا يلا امشوا نحارب الإرهاب. قتلونا وهجرونا، سمحوا لبشار الأسد. والآن أمروا ذيولهم عندك اللي تعيش عندهم أيضا، أمروهم بيعاتوا إلى حظيرة حكام الشعوب العربية. لا أستطيع أن أقول حكام العرب، لأنه كلمة عرب اليوم أصبح فيها شك كبير على هؤلاء اللي يحكمون الشعوب العربية. لم نعد نعرف هل هم عرب صحيح أم هم مسلمين صحيح، لم نعد نعلم، لأنه كل أفعالهم تدل أنهم ضد العرب والمسلمين. فأمروا ذيولهم بيعاتوا إلى حظيرتهم اللي تسمى جامعة الحكام العار العربي. أمروا وأوقفوا الآن، بدأوا بإيقاف الإعلام الثوري. هاي قناة أورينت اللي تبث من عند شيطان العرب أيضا أوقفوها الآن. أوقفوا الجيش الحر، غرفة الموك سلموها للروس والمجوس بالجنوب السوري. الآن بدأت مرحلة إسكات الإعلام، حتى الإعلام بدهم ما نحكي شو عم يصير بسوريا، مثل مجزرة 82 لما ارتكبها المجرم المقبور حافظ الأسد وأخيه رفعت الأسد، بدون إعلام ارتكب مجازر، والمهم ما في إعلام، ما في حدا يوثق ولا في حدا يحكي معاناة الشعب السوري. الآن بدأت مرحلة بعد الجيش الحر، بعد غرفة الموك، بعد دعم تنظيم بكك الإرهاب، الآن يدعمونه بسوريا، وهو مصنف عندهم على قوائمهم بالإرهاب، مصنف إرهابي عندهم، ويدعمون الآن في سوريا لأنه ضد الثورة ولأنه يدعم الأسد، متحالف مع الأسد. الآن بدأت مرحلة إسكات الإعلام الثوري، قناة أورينت أوقفت، بلد نيوز أوقفت، قنوات أخرى على الطريق راح تتوقف. واخر شيء احنا اليوم اللي يجوز كم شخص يستطيع يحكي على وسائل التواصل على هالفيديو، نستطيع يسجل لنا 10 دقائق كلام نحكيه، فشة خلق يا اخي نعتبرها. اخر شيء ايضا بدهم يرجعون علينا يسكتونا غصبا عنا، يطرحون علينا قوانين بالدول اللي نلجا فيها، ممنوع تحكي هيك وممنوع تحكي هيك، مثل ما منعونا الان ممنوع تحكي شو عم يصير بغزه. هاي يعني فيديو ما بدنا نكمله اكثر من هيك، بس هاي تحياتي لك، انا محبتي لك والله لا زلت احترمك انت، وفي شخص اخر ايضا من اخواننا العرب الافارقه ايضا، كل نهار شغلته صدام حسين اشرف حاكم على وجه الارض، لذلك تآمروا عليه الطراطير اللي عندك ذيول الغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.